بسم الله الرحمن الرحيم. الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، نحن أبناء الشعب الليبي الشرفاء، أبناء الجماهيرية العظمى، أبناء القائد البطل معمر القذافي الأوفياء، نحيي ذكرى إعلان قيام سلطة الشعب لهذه السنة 2 مارس 2016، وكلنا أمل وثقة بأن صمود شعبنا بالداخل والخارج سيكون له مردود إيجابي رغم الألم والضياع والكارثة التي تمر بها ليبيا نتيجة الخيانة والعمالة والمؤامرة منذ 2011 إلى يومنا هذا. نعم، إن هذه الذكرى تعني الكثير والكثير للشعب الليبي العظيم، فقد كانت الأمن والأمان، وكانت السيادة والريادة، وكانت العدالة والمساواة رغم بعض القصور في التطبيق، بل كان نظام حكم فريد يتناسب وثقافة شعبنا وتراثه وعاداته وتقاليده واحترام خصوصيته وتركيبته المتنوعة، ويجسد الحكم الشعبي الحقيقي على الأرض، بل كان النعيم المفقود الذي شعر به كل الليبيين منذ 5 سنوات من الفوضى والقتل والتهجير والفقر واستباحة السلطة والسيادة والوطن من قبل الميليشيات الإجرامية الفبرايرية وداعش والمخابرات الأجنبية. إن سلطة الشعب لم تكن نظاما تقليديا كأدوات الحكم التقليدية في العالم، وقد نص الإعلان على أن سلطة الشعب بيد الشعب، وأن القرآن الكريم هو شريعة المجتمع، وأن الدفاع عن الوطن مسؤولية كل مواطن ومواطنة، حيث كانت تجربة شعبية بامتياز تجسد الأمل والطموح والأمان والاستقرار والاحترام والمشاركة الجماعية في إدارة الدولة والمستقبل. وبغيابها فقد الليبيون الأمل والطموح والأمن والاستقرار والاحترام والسيادة. نعم، إن حب التقليد الأعمى عند بعض الليبيين الجهلاء والمستلبين والبعيدين عن الواقع الاجتماعي والأخلاقي للشعب الليبي هو ما جعلهم أداة طيعة بيد المخابرات الأجنبية لتدمير ليبيا وشعبها. ومن هنا تشكلت المؤامرة وتجرع هؤلاء المستلبين الجهلاء كأس الخيانة والعمالة محاولين تطبيقها على الشعب الليبي باسم وهم الديمقراطية الغربية، وها هي النتيجة: دمار شعب ودولة اسمها ليبيا كانت لها الريادة والقيادة والاحترام في العالم. لذلك نحيي شعبنا الليبي البطل بهذه الذكرى المجيدة ولاكتشافه مؤامرة صبيان برنارد ليفي، ونحيي صموده الأسطوري في وجه الناتو، ونقول له الصمود حتى تحرير ليبيا، والرحمة لشهدائنا الأبرار، وإلى الأمام والكفاح الثوري مستمر. الجالية الليبية بالساحة البريطانية بتاريخ 2 مارس 2016.